السلام عليكم، مرحبا بكم معي في القناة. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معايا غنحضروا الحلوى ديال التمر بالطريقه اللي هي مختلفه على اللي سبق لينا وحضرناها. اللي سبق لينا وحضرنا الحلوى ديال التمر ان شاء الله نخليكم في اخر الفيديو. واليوم ان شاء الله نحضروا هذه الحلوى ديال التمر اللي كتجي بهذا الشكل هذا، اللي بطريقه سهله وبسيطه وكتوجد دغيا، يعني ما كتاخذش الوقت بزاف. كنتمنى تعجبكم الحلقه اليوم. قبل ما نمر لطريقه التحضير، اللي باقا ما شاركتش معايا في القناه تضغط على زر الاشتراك ثم تفعل الجرس باش توصل ان شاء الله بكل ما هو جديد. ودابا خليكم مع طريقه التحضير. بالنسبه للطريقه والمقادير، اول حاجه عندي هنايا 250 غرام ديال الزبده طريه، كنضيف عليها 50 غرام ديال السكر كلاصي، وعندي هنايا 2 معالق كبار ديال الزيت، ودابا كنضيف راس معلقه صغيره ديال نكهه الفاني، وكنخلط كلشي مزيان. بعد ما كنخلط الزبده مع السكر كلاصي كنضيف الدقيق بشويه بشويه. بالنسبه للدقيق فتقريبا هنايا مشات لي 500 غرام ديال الدقيق، ودائما كيبقى على حسب النوعيه الدقيق اللي نتوما مستعملين. بالنسبه للناس اللي كيسولوني النوع ديال الزبده اللي انا كنستعمل، فيمكنكم تستعملوا اي نوع زبده اللي نتوما يعني مولفين عليها واللي كيعجبكم المذاق ديالها. يعني ما كاينش شي نوع ديال الزبده اللي ضروري تستعملوا. انا بالنسبه للحلويات اللي كيكونوا هيدا كتكون فيهم واحد الكميه ديال الزبده كبيره، فانا من الاحسن كنستعمل النوع ديال الزبده يعني سبيسيال اللي كتكون مزيانه في المذاق ديالها. ولكن كيمكن لكم تعملوا اي نوع نتوما اللي متوفر عندكم فكتستعملوه، يعني ما كاين حتى شي مشكل. هو انكم تختاروا الزبده اللي كيكون المذاق ديالها مزيان، هيدا باش كتحصلوا على الحلوى اللي كتكون لذيذه. وهنايا من بعد ما ساليت من التحضير ديال العجين، فالعجينه كيف كتشوفوا معايا فكتجي بهذا الشكل هذا، يعني كتجي رطبه. هنايا من بعد ما ساليت فانا نحتفظ بها. ودابا نمر لطريقه تحضير العقده ديال التمر. وهنايا بالنسبه للتمر فانا كناخذ 250 غرام ديال التمر او المعجون ديال التمر، وكنضيف له ملعقه صغيره ديال القرفه، وكنعجنو مزيان بالمزهر اللي كيكون دائما من النوعيه الجيده. هنايا كنبقى نعجنو بهذا الشكل هذا حتى كيرطب ليا التمر مزيان. بالنسبه للناس اللي ما كيتوفروش على المعجون ديال التمر، يمكن لهم يستعملوا التمر العادي. بعد ما كيحيدوا له العظام ديالو كيعبروه 250 غرام، ومن بعد كيطحنوه مزيان وكيستعملوه بنفس الطريقه. وهنايا من بعد ما وجدت العقدات ديال التمر، هنايا كندهن يدي بشويه ديال زيت نباتيه، وايضا كندهن الطبله ديال العمل. ومن بعد كنبقى ناخذ التمر وكنحربلو بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. ومن بعد ما كنحربلو كنعملو في واحد الصينيه، وكنبقى مستمره بهذا الشكل هذا حتى كنكمل العقده ديال التمر اللي عندي كامله. وهنايا من بعد ما وجدت التمر كنحتفظ به. ودابا غنطلقوا العجينه ديالنا. انايا كناخذ العجينه كناخذ غير واحد شويه وكنطلقها بهذا الشكل هذا. ومن الاحسن كتعملوا شويه ديال الدقيق باش كيسهل عليكم يعني التطليق ديال العجينه. هنايا كنطلقها بالدلاك، هنا غنطلقها رقيقه بالدلاك. وهنايا كنعمل عقده ديال التمر فوق العجين بهذا الشكل هذا. وهنايا كنحاول انني نحيد ديك الزياده ديال العجين بهذا الشكل هذا. ومن بعد كنحربل العجينه على التمر، ودائما كنحيد ديك الزياده ديال العجين. وهنايا كنضغط على الشرك ديال العجين مزيان هيدا باش ما كتحليش الحلوى يعني منين عملها كطيب يعني ما تحلش. ومن بعد كنحربلها عيده واحد شويه، ومن بعد كنضغط عليها.
وهنايا من بعد ما كنضغط عليها مزيان بهذا الشكل هذا، هنايا كناخذ السكين وكنبقى نقطع على الشكل المائل، يعني بحال اللي كنقطع الفقاس. هنايا من بعد ما كنقطع وحده كنبدا ناخذ العبار ديالها هيدا باش كيجيوني قد بعضياتهم، يعني كتجيني الحلوه يعني بقياس واحد. وكيف شفتوا معايا فهي الطريقه يعني سهله وكتوجد دغيا بهذا الشكل هذا، وغنبقى مستمره بهذا الشكل حتى كنكمل الحلوه اللي عندي. هنايا من بعد ما ساليت بالنسبه للتزيين، فانا هنا كنحتاج النقاش وكنحتاج شويه ديال الدقيق باش كيسهل لي يعني النقيش، باش كيجيني النقيش مزيان وواضح. فهنا ضروري كل مره يعني كنعمل النقاش ديالي في الدقيق وكنبقى نقش في الحلوه بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. انا هنايا عملت لكم هذه النقشه هذه اللي صراحه كتجي سهله وكتجي مزيونه في الحلوه بهذا الشكل. وهنا من بعد ما كنسالي كنحصل على الحلوه اللي كتجي بهذا الشكل هذا، صراحه كتجي مزيونه بزاف. وهنايا ملي كنسالي مباشره كنعملها في الصينيه اللي غندخلها الفران بعد ما مثل الورق ديال الزبده، وكنبقى مستمره يعني بنفس الطريقه. فانا كيف شفتوا فهي يعني طريقه تزيين سهله. بالنسبه للقياس اللي عطيتكم انا ديال العجينه مع القياس ديال التمر، فكتجي يعني قد بعطيتها قد العجينه قد التمر، يعني ما كيبقى لكم شي زياده. بالنسبه للعدد ديال حبات الناس اللي هيسولوا، فهاد القياس هذا تقريبا كيخرج واحد 55 حبه. في الحجم اللي كتشوفوا معايا انا هنا انا عملت الحجم يعني تقريبا الحلوه جات كبيره واحد شويه. وكيف شفتوا فانا غنبقى مستمره يعني بنفس الطريقه حتى كنكمل الحلوه اللي عندي كامله. ايضا بالنسبه لهاد الحلوه هذه كيمكن لكم تعدلوها نهار بقبل، يعني يمكن لكم طيبوها حتى غدا يعني كتبقى مزيانه، اولا كطيبوها يعني في نفس الوقت. وهنايا من بعد ما ساليت مباشره كندخل الحلوه ديالي الفران على درجه الحراره 180 درجه، من بعد ما كنكون سخنت الفران من قبل، وكنخلي الحلوه ديالي حتى كطيب وكتحمر، من بعد كنخرجها من الفران. اذا ما بغيتوش طيبوها يعني في نفس الوقت كيمكن لكم يعني كيف قلت لكم في الاول كيمكن لكم تخليوها حتى لغدا وطيبوها فكتبقى مزيانه. وهنايا من بعد ما طابت الحلوى كنخليها حتى كتبرد مزيان. وبالنسبه للتزيين فدائما كنزينوا الحلوى ديال التمر، فمعروف التزيين ديالها هو السكر كلاصي. انا كناخذ سكر كلاصي وكنغربلو على الوجه ديال الحلوى بهذا الشكل هذا. وهنايا من بعد ما ساليت كنقدم الحلوى بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا، فهي كتجي رائعه بالنسبه للمنظر ديالها، كتجي لذيذه بزاف، ايضا كتجي هشيشه وبطريقه اللي هي سهله وبسيطه كيف شفتوا معايا، ايضا كطيح اقتصاديه. كنتمنى انكم تجربوها، كنتمنى تكون عجبتكم الحلقه، واذا عجبتكم الحلقه ما تنساوش تعملوا الاعجاب، وايضا تشاركوا الفيديوهات ديالنا مع الاصدقاء ديالكم باش كتعم الفائده ان شاء الله على الجميع. ودابا نخليكم على خير، والسلام عليكم.